لحد امتى هنفضل سنجل؟ ماشي طيب. السلام عليكم. إجابة السؤال ده بتتلخص في 4 مشاكل. لو اتحلوا الواحد عادي ممكن يصاحب ويبقى له مرتاح ومفيش حاجة تقف قدامه إن شاء الله. المشاكل دي اجتماعية وسياسية واقتصادية ودينية. المشكلة الاجتماعية في إن مجتمعنا إلى حد ما لا يتقبل فكرة إن ولد يمشي مع بنت بدون مبرر، ولو حصل تقبل لده بيكون بسبب ضعف دين مش أكتر. المشكلة السياسية ما أقصدش بقى سياسة بلد لا سمح الله، إنما أقصد بقى الحج. أبوك لو عارف إنك مصاحب تعالى يا معلم، انت بتقفل الباب ليه يا معلم؟ هنقول له استنس يا روح امك. المشكلة الاقتصادية تتفاوت بقى الصراحة، لأنها بتختلف. شاب يقول لك طب وأنا صاحب واحدة وأصرف عليها وصاحبتها ومش هبقى ملاحق بقى كروت شحن وهدايا، فليه؟ وده بيكون ماشي بمبدأ ال 100 جنيه دي جيبي أولى بيها. المشكلة الدينية في إن إحنا كمسلمين ديننا مش مبيح لنا حاجة زي دي أساسا. بالعقل كده إذا كان حرم عليك إنك تبص لها، هيحلل لك إنك تصاحبها، ده غير اللي بيكون في شوية خوف من موضوع الجزاء من جنس العمل والكلام ده. يبقى إذا عشان الواحد يصاحب لازم يحل ال4 مشاكل دول. ال3 مشاكل الأولى ممكن يتحلوا عادي، إلا إن المشكلة الرابعة ما ينفعش حلها، ولو حاولت تحلها يبقى أنت بتحاول في حاجة مقضية أساسا. ده حتى إن المشكلتين الأولانيين بسبب المشكلة الدينية كمان. تخيل كده لو الموضوع ده ما كانش فيه نهي، كان الواحد عادي براحته بقى، كان المجتمع هيتقبل ده والبيت، كان الواحد عادي يصاحب براحته بقى كده والدنيا تبقى حلوه. بدل الكبت اللي احنا فيه ده، مش كده احسن؟ بعقل وعقلك ممكن نبان كده احسن، الا ان ربنا لما خلقنا كان عارف مصلحتنا هتكون فين، واكيد ما كانش عاوزنا نعيش في كبت زي ما احنا متصورين. فعشان كده كبر دماغك من الحوارات دي، وخلي على بالك دايما ان عكس سنجل هو مرد. اذا اردت فاطمه فكلها علي. اظن الرساله وصلت. السلام عليكم. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. الحلقات اللي فاتت ما تنساش تتفرج عليها. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم. انت بتقلع هدومك ليه يا معلم؟